السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة النهاردة. لو لسه داخل القناة عندي حب أعرفك بنفسي. أنا اسمي عبد الرحمن يوسف. الناس اللي بتسأل عن المحتوى، والله المحتوى نقدر نسميه نوع من التحفيز وكده. القناة يا جماعة أنا بتكلم على الحاجات اللي أنا بحبها واللي شايف ممكن تغير في الناس. مثلا لو 1%، أنا برضو بتعلم من الناس. أنا هنا مش جاي في دور الناصح، وبكرر مليون في المليون مرة، أنا هنا كلامي ده مش منزل، ومفيش حد يا جماعة على الكوكب الأرض كله كلامه منزل إلا بس الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم، اللي دول تاخد منهم وما تراجعش وراهم. غير كده احنا كلنا اجتهادات، تمام، كلنا بنجتهد. فقلت لك معلومة والله تمام عن نفعتك في حياتك، اوكي مش كده، فمش لازم يعني يا تاخد كله يا تسيب كله، لا، احيانا بيبقى في جزء كده في النص ممكن يفيدك. هدخل في الموضوع. عاوز اتكلم معاكم النهارده في حته علمتني الحياه. يمكن احنا خلاص داخلين على سنه 2025، سوري، سنه 2026. وكلنا طبعا عدينا بتجارب صعبه جدا في سنه 2025، وهي عدت بسرعه زي كل سنه. ولكن انا عاوز اقول الدروس المستفاده بالنسبه لي انا، وهنا من خلال الدروس دي عاوز انصحكم برضه ان انتوا تعملوا بيها. واللي هو ما نثقش في الناس زياده. بجد من الامور اللي هي نفعتني حته اللي اولا انا شخص بيثق في الناس بسرعه، والله بجد، والعيب ده موجود فيا يعني. وعيب خطير للامانه، هو عيب خطير جدا. عيب انت لو ما تخلصتش منه هتستغل، والناس اللي بتتعامل معاك واللي هي بتبقى قريبه منك في الشغل، ممكن يبقى في اصدقائك، هيعرفوا يدخلوا لك منها. هيعرفوا يدخلوا لك بقى من ان هم بيعاملوك كويس، ان هم بيضحكوا في وشك، ان هم بيكلموك بطريقه حلوه، هيلقوا لك دخلك كده، يدخلوا لك من خلالها عشان انت بتثق في الناس بسرعه. انا واحد من الناس دي والله العظيم. في سنه 2025 هنا كانت السنه بصراحه الفاصله بالنسبه لي، اللي اتعلمت فيها دروس كتيره جدا. وكل ما تخبطني خبطه برضه ما بحرمش، وبثق. يعني اذا كان من اول مره في التعامل مع الاشخاص اللي انا بقابلهم، وببتدي ان انا افتح لهم كتير، يعني من اللي انا بيحصل معاهم الكلام ده، يكون مخنوقين طبعا، هو بيبقى نوع من ان انت عاوز تفضفض بس غلط. فبتقابل اي شخص تقول له على موضوعك، بتبقى كتاب مفتوح كله عارف المداخل والمخارج بتاعتك. طبعا كل حاجه ليها ضريبه، كل حاجه ليها ثمن، والله بجد. وافتكرت كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لما بيقول لك كان بيتعامل مع الصحابه. كان صلى الله عليه وسلم لا يطوي بشره عن احد، عمره ما بكشر في وش احد خالص صلى الله عليه وسلم. ولكن ايه، كان يحصر الناس. الحاجه دي لازم تبقى فيا وفيك، فيك في الكليه بقى، في الشارع، في في العمل. لازم تبقى حته ان انت دايما ما عندكش حته الثقه بزياده، الا اذا انت طبعا بتخط في اختبارات. يعني لازم يكون في اختبارات، بمعنى ان انت لازم تعرفه الاول، هل هو امين على السر؟ هل هو شخص هيساعدك بجد؟ هل هو شخص زي ما قلت، لو قلت له عيوبك، قلت قبل كده، لو قلت له عيوبك هل هيتقبل عيوبك ولا هيبتدي ان هو يعايرك بيها؟ كل الكلام ده. فوجدت انه الثقه الزياده من اكثر الامور اللي يمكن معظمنا بيعاني منها. طيب احنا ما نثقش في حد، وحته ان احنا ما نثقش في حد برضه ده غلط. ولكن يعني هون عليك. يبقى الموضوع دايما، اي موضوع يا جماعه بيزيد عن حده بيبقى كارثه. لازم حد الاعتدال، في اعتدال. تثق في امور انت ينفع تقولها للشخص ده. انت طبعا اللي بتحكم الموضوع، لانه انت هنا دي قصتك، وانت بتعيش قصتك، وبترتب للسيناريوهات اللي انت بتعدي بيها، وبتبتدي ان انت تفنط الحاجات اللي بتحصل معاك دي. انت اللي بتعمل كده. مفيش حد بيجي لك مثلا من الشارع وكده بيعمل لك حياتك ولا بينظم لك حياتك، انت اللي بتعمل كده.
فتبتدي تشوف هل الشخص ده ينفع ان انا اثق فيه، مش الثقه المطلقه طبعا، اللي هو في حدود والله هو عمل معايا كذا 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 كذا. وما تحكمش باللبس ولا تحكم بالشكل. من الامور الصعبه جدا اللي انا بالنسبه لي واجهتها، وهي حته اللبس او حته المعامله الاخلاقيه اللي هي بارك الله فيكم والاسلوب ده هو حلو، بس مش بكده برضه. يعني يمكن الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه ادى حاجات كده لمعرفه الرجال، انا مش متذكرهم كلهم، لو انتوا متذكرين اكتبوا لي من ضمن: هل رافقته في السفر؟ هل عملته بالدرهم والدينار؟ كلها بتقول ان هي مواقف لازم تتعامل مع الناس وتبتدي ان انت تثق فيهم. في حد زي ما قلت الاعتدال بالمواقف، مش اول يوم اروح الشغل يحصل معايا موقف مع المدير بتاعي ولا مع زميلي اللي قاعد جنبي اللي لسه اول يوم بيقدم في الشغل ابتدي ان انا اقول له على كل اخباري اولا هو هياخد عليا فكره مش حلوه مش لطيفه. بجد لما انت تحكي حتى لو اسرارك في البيت، ودي من الامور الكارثه جدا اللي بتحصل. انا بصراحه مش بعمل كده يعني، بس انا بشوف ناس بتعمل كده. من امور الكارثه ان انت تحكي سر اهل بيتك بره، ولا حصل ايه مع جوزك، ولا حصل ايه مع مراتك لاي حد او اي حاجه. الامور دي ما تخرجش بره، المفروض ما تخرجش بره خط احمر. هو اكيد هيحط كده حته ان انت شخص مش امين. حلو. هيحط في اعتقاده ان انت شخص دايما ما بتستحملش، ما عندكش قوه. كل الكلام ده هو مش هيقول لك، بس هي هتبقى موجوده جوه. فلازم زي ما قلت يبقى في خطه كده تعملها وتتدرب على الموضوع ده. هو الموضوع مش بيجي من يوم وليله طبعا، انت بتبقى مخنوق وبتبتدي ان انت تبعبع بقى وتبتدي ان انت تتكلم ومش بتحرم ممكن من مره ولا مرتين ولا ثلاثه. بس هو محتاج تدريب. محتاج زي ما قلت لك تعرف مين اللي انت تثق فيه. عشان برضه في حته كده يمكن حصلت معايا. يمكن انا واحد من الناس اللي خدت فتره والله بجد بفخم في الناس قوي. يعني حته انه فلان ده كذا فلان، حتى لما كنت زمان كده في العشرينات يعني، كنت مثلا لما اقتدي بشيخ ولا بعالم ولا احطه كده هو ده والناس كلها غلط. واكتشفت انه بعد كده الموضوع ده غير صحيح، لانه بادي عليا انا بالسلب. لا قدر الله الشيخ ده لو انتكس ولا حصلت له اي مشكله، مين اللي هيلبس في الحوار ده؟ انا. يعني العلماء بيقول لك من يريد ان يقتدي فليقتدي بالذي هو مات، لانه الحي ما بتضمنش فتنته. فبعد كده الموضوع اتكرر معايا، بيبقى اشوف اخد ناس قدوات في حياتي، وهم للاسف ما يصلحوش يبقوا قدوات. بس هم ما قالوا، مش قالوا لي يا عبد الرحمن خدنا كده وما تثقش فينا كده وما تعمل. لا، انا اللي عملت كده، انا اللي كنت فاتح الموضوع ده. فسنه 25 من السنوات الصراحه اللي علمتني حته الثقه، نقدر وعلمتني الحياه. الثقه، عدم الثقه او الثقه المفرطه، نخلي بالنا من الموضوع ده. واحنا داخلين سنه 2026 لو وصل لك الفيديو ده خد ليك كده، لو دخل 2026 اتدرب على الموضوع ده، واتدرب ان انت ما تثقش في حد بسرعه، او ما تثقش الثقه الزياده عن اللزوم. صدقني انت اللي هتضطر وانت اللي هتتضر. هتحطه في حته العالم، هتحطه في حته الشيخ، هتحطه في حته اللي هو ما بيغلطش. مفيش حد كده خالص 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 خالص. لازم نعرف الكلام ده. مره والله العظيم هيكون عندك خبره تراكميه، هيبقى معاك الموضوع في قمه الروعه. سردت القصه كده بسرعه انا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.